والناس كلها فاهمه ان احنا تحت العين. فاحيانا كتير هنتكلم بالعين والحاجب. فزي ما قلت كده ان النهارده على لايف امبارح مع استاذ هاني، الكومنتات كان ليها دلاله واحده بس: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا استاذ يلمز، طبعا انت هايس في سوريا، فين صحابك يا عم؟ انت جاي على طول، جاي لوحدك كده. فباين قوي من كومنتاتهم على الفيديوهات. وواحد النهارده بيقول لي مفيش اغنيه للست الوالده، قلت له عينيا هجيب لك اغنيه وانت عامل له دي. فباين قوي ان هم مرعوبين، باين جدا ان هم مرعوبين. ده شيء انا اوريدي خلاص حسيته من الكومنتات وردودهم على الفيسبوك والسوشيال ميديا. وانا جاي النهارده بقى ايه، لابس لكم الجلابيه الصعايدي، عشان انتوا فاكريننا ايه، هو الدنيا ضلمت ليه كده؟ عشان انتوا فاكريننا ده انا زكي بشيكها. فزي ما قلنا كده، كانوا بيقولوا ان مصر فيها 3 مليون حمار، بقى فيها مليون حمار. الله يخليكي، بقى فيها مليون حمار بس. طب كويس، راحت فين بقى ال 2 مليون حمار التانيين دول؟ راح فين المليون حمار التانيين دول؟ بالهنا والشفا. بس انا شايف ان المصريين متخاذلين معاه جدا. انا شايف ان لغايه النهارده الناس بتقول نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه. بصوا يعني في برضو نفس المشهد ده في الاب الروحي الجزء الاولاني. يعني اهو يلمس بيقول ان ماكرون ماشي في بلدنا لوحده وبيعمل اللي هو عايزه، فده يدل على الامان. طبعا يا يلمز يعني، والامان من الشعب، الامان مش من الشرطه. الشعب هو اللي عايز البلد تبقى امان، عشان كده احنا مش عايزين ننزل الشوارع، عشان عارفين ايه اللي هيحصل. انما احنا اذا كان عن نفسنا بكره الصبح هنبقى في الميدان ونكرشه، انا عارف ده. انما اي حد يمشي في الشارع في مصر فهو امن، ده من زمان قوي. ومش اول مره يا المص، يعني لما نزل من حوالي من كام شهر نزل خان الخليلي. انت عارف يعني ايه خان الخليلي يا المص؟ منطقه بقى لها 1200 سنه، زحمه الزحمه عند مسجد الحسين والازهر. كان هو وقعدوا وشربوا وشيشوا وقضوا ليله فل وكانوا وسط الناس. الامان يا المص بيجي من الناس، ما بيجيش من الشرطه. واحنا الناس هنا هي اللي عامله الامان. فبلاقي ان المصري لسه متخاذل، يعني زي فيلم الاب الروحي كده، لما راح له المغني بيته عشان يبارك له يغني في فرح بنته في الجزء الاولاني، فكان عنده مشكله الفيلم الجديد اللي مش عايز يديهوله المخرج. فكان بيعيط للاب الروحي مارلون براندو، بيقول له اعمل ايه اعمل ايه، في تاني يقول له اعمل ايه اعمل ايه، ايه تعبان اعمل ايه. مارلون براندو عمل كده، فانا بعمل للمصريين كده، اعمل ايه اعمل ايه، ما انا بقول لك تعمل ايه. اصل انا مش هجي لك اعمل لك انا، يعني انت اللي تعمل يعني. انا قلبي والله العظيم، انا قلبي وجعني ونهكت من كتر طلب الفيديو بتاع ترحيل اللاجئين ده. يعني ده يبين قد ايه الناس للاسف آه يعني مش عايز اقول بقى زي تستحقوا اللقب، يعني ابن فوزية وابن فيفي عبده، لان احنا رجاله قوي، والا ما كنتش لبست الجلابيه دي. فانا شايف ان المصريين لسه متخاذلين ومفيش حد خد خطوه. انما لو ال 50 70 80 مليون فيديو نزل يقول انا المواطن فلان الفلاني اعترض بالترحيل القسري والغاء التجنيس، دي اقوى من مظاهره 30/6. في حرج على الحكومة في الحكومات الخارجية، انت رفعت الحرج لان الشعب هو اللي عايز، مالكش مخرج غير ده.
ما عملتش كده وكل اللي بيقول لك عليه السوري والسوداني والعراقي واليمني، وقوم نادي على السوري والسوداني والعراقي اللي لما لم الصحاب. واستاذ هاني قال لك امبارح هم غيتهم ايه وخططهم ايه. مش انا يعني، مش انا اللي جاي اقول لك كده. انا جايب لك واحد عنده متابعين بالالاف، قاري اكتر مني 100 مره في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، وبيقول لك هم خطتهم ايه وايه اللي جاي، وربنا يستر، وانت قاعد مش عايز تتحرك يا مصري. بس انا واثق في الجيش والشرطه وواثق في الرئيس، انا مش واثق في مسبولي بس يعني. يعني الحكومه وطبعا شله المنتفعين بتوع آه شله المنتفعين اللي هم موجودين في مجلس الشعب، اللي اشترك كرسي ومستني يلم النقطه، ده انا لا اثق فيهم.